بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أحبك بالله يا شيخ، كيف نستطيع أن نجعل الإيمان يزداد في حياتنا اليومية؟ وهل تقبل الأعمال الصالحة من قلب إيمانه ضعيف؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا أردت أن يزداد إيمانك فعليك بكثرة الطاعات، ولا سيما طاعات الخلوات، حيث تخلو بالله سبحانه وتعالى، فتكثر من الطاعة والتعبد فيزداد إيمانك. ولا شك أن العمل الصالح إذا تحققت شرطاه ووجد جناحاه فكان فيه الإخلاص والمتابعة، يقبله الله عز وجل من أي عبد مسلم، ولو كان في إيمانه ضعف، ولو كان كثير المعاصي، فإنه إذا عبد الله مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الله عمله ويزداد إيمانه بهذا. فإياك أن تقع فريسة للشيطان حيث يوسوس لبعض الناس فيقول: أنت كيف تذهب إلى المسجد وتحضر الدرس وأنت كثير المعاصي؟ إذا رجعت على التلفزيون وقبل على التلفزيون تذهب إلى الدرس، أنت لا تصلح أن تكون مع الصالحين. إياك أن تطيع الشيطان، اذهب. والله إذا كنت صادقا مخلصا متبعا يقبل الله منك ويزداد إيمانك، ولربما كان ذلك سببا في تخليصك من السوء. فالله يقبل العبادة إذا كانت من مسلم مخلص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان حال العابد من التقصير، ومهما كان في قلبه من نقص وضعف. ولكن كلما اجتهدت في العبادة كلما ارتفعت درجة في الإيمان. نعم.